ملايين ما أنقذتش نجم الشباك الأول. عمارة أنور وجدي بناها ومسكنهاش، وطلق ليلى مراد بسبب الكمون. من كومبارس صامت لصانع النجوم، رحلة وجدي المدهشة. غير في أفلامه عشان يبوس ليلى فوزي، ودعوة غيرت حياته كلها. النهاية المأساوية لأسطورة الشاشة أنور وجدي. قبل كام شهر من الليلة اللي أنور وجدي تقدم فيها ليلى مراد يطلب إيدها، ساعتها ليلى كانت مشغولة بتمثيل فيلم ليلى بنت الفقراء، لكنها لاحظت إن والدها زكي مراد، واللي كان وقتها كبر وبقى شيخ، بقى يصرف فلوس كتير قوي ويطلب منها مصاريف أكتر من العادي. وجالها كلام إن والدها واقع في غرام رقاصة صغيرة في السن شغالة في مالها ليلي في اسكندرية، وإنه بيروح لها أكتر من مرة في الأسبوع، شايل معاه هدايا غالية وفلوس كتير وبياخدها من بنته. ليلى كانت بتحب أبوها جدا وبتحترمه، خصوصا بعد وفاة أمها. هي ما كانتش متضايقة إنه بياخد فلوسها، لكن كانت خايفة على سمعته ومكانته، لأنه فنان كبير ومعروف عند الناس، وكمان هو والدها هي النجمة المشهورة. ومن هنا قررت تاخد موقف. ركبت ليلى عربيتها وراحت على اسكندرية، نزلت في فندق سيسيل الشهير، وفي عز الغارات الجوية دوت صفارات الإنذار. النور اتقطع والناس كلها نزلت على المخبأ، لكن الملك فاروق ما عملش زيهم، لا، ده اتسلل لوحده على جناح ليلى مراد. ليلى حست بحركة غريبة في أوضتها، مسكت حتة حديد كانت جنبها وكانت هتنزل بيها على دماغ اللي دخل، بس فجأة رجع النور ولقت نفسها واقفة قدام ملك مصر. صرخت: يا جلالة الملك، بتعمل ايه هنا؟ فاروق، واللي كان لسه شاب صغير وبيتكسف شوية، اعتذر وقال لها انه غلط ودخل اوضتها بدل المخبأ. وبعدها مسك ايدها وقال لها: انا مبسوط اني شفتك، وهبقى اسعد لما اشوفك في القاهرة. في اي استوديو بتمثلي فيه دلوقتي؟ قالت له: في استوديو الاهرام يا صاحب الجلالة. وسابها وخرج، وهي رجعت القاهرة ونسيت الموضوع اللي كانت جاية عشانه اصلا. ما عداش كام يوم وفاروق جه فعلا لاستوديو الاهرام بسيارته، وقعد مستنيها بره. بعت واحد من رجالته عشان يستدعيها. ليلى ما قدرتش ترفض الدعوة الملكية، لكن في مرة تانية وهي قاعدة في اوضتها في الاستوديو، جالها واحد يقول لها ان الملك مستني بره. هنا بقى وش انور وجدي قلب غضب وغيرة. ليلى ردت عليه وقالت له: بلغ مولانا اعتذاري، انا عندي شغل. انور وجدي نط من مكانه وقلب عصبية: ايوه عندنا شغل، شغل كتير قوي، يلا تصوير، كلاكيت، اقفلوا ابواب الاستوديو. المندوب رجع للملك بالاعتذار، لكن فاروق ما قبلش الكلام ده، نزل بنفسه وحاول يدخل الاستوديو. ولما لقى الابواب مقفولة همس لكبير حاشيته بكلمتين ومشي، لكن ساب الراجل واقف مرابط على الباب مستني ليلى لحد ما تخلص. انور عارف باللي حصل، فطول في التصوير ولسه مأمل ان المندوب يمشي، لكن ما تحركش. في الاخر خلص الشغل وسمح لليلى تخرج تقابله. مندوب الملك قابل ليلى وقال لها: جلالة الملك عايزك فورا في اسكندرية، وعاوزك تغني في حفلة في سراي راس التين. ليلى ما قدرتش ترفض، استأذنت من أنور وهو ما كانش قدامه غير إنه يوافق، دي الدعوة من الملك برضو. فاروق كان منسجم قوي من ليلى وصوتها، وبعد ما خلصت دعاها تقعد جنبه وسألها: بتمثلي مع مين دلوقتي؟ قالت له: مع ممثل جديد اسمه أنور وجدي، ده أول فيلم يخرجه وكمان إنتاجه، وكمان بيلعب فيه الدور الأول. ابتسم فاروق وسألها: هو صحيح بيلحقك بغرامياته؟ اتصدمت ليلى وقالت له: مين قال كده يا مولانا؟ ده أنور وجدي إنسان طيب. لكن فاروق هز راسه وقال لها: أنا عارف إنك بنت حلال ومش عاوزة تعترفي، بس خلي الممثل ده يعرف إن أنا هبعتله اللي يقتله لو ضايقك. ليلى ارتعشت وقالت بسرعة: أبدا يا مولانا، ده أنور إنسان غلبان ومفيش غير علاقة زمالة بريئة بينا. رجعت القاهرة على طول واستدعت أنور وقالت له بالحرف: خلي بالك من نفسك يا أنور. أنور حاول يبان قدامها إنه شجاع، لكن الحقيقة إنه كان بيرتعش من الخوف. جاب حراس حواليه طول الوقت وما كانش بيروح مكان إلا معاهم. حياته اتقلبت لرعب، لكن في الحقيقة فاروق نسي الموضوع كله ولا بقى فاكر لا أنور ولا ليلى. اللي فضل متعلق بليلى هو أحمد حسنين باشا، واللي بدأ يتردد عليها كتير وكان بيقابلها مع أنور من غير أي مشاكل. بالعكس، حس إن وجوده مع ليلى ممكن يدي لأنور حماية من بطش الملك. خلص تصوير فيلم ليلى بنت الفقراء وأنور بقى خلاص مش قادر يستحمل أكتر.
هو وليلى كانوا بيحبوا بعض بجد، وهي كانت مستعدة تتجوزه في أي وقت، لكن هو استنى علشان ينفذ خطة دعائية للفيلم، مش ممكن يفوت الحدث ده من غير ما يستغله. في يوم تصوير المشهد الأخير اللي فيه هما الاتنين بيلبسوا فستان الفرح والبدلة وبيتجوزوا في القصة، أنور دعا الصحفيين والمصورين يشوفوا المشهد. ولما خلص التصوير وقف أنور قدامهم وقال لهم: أحب أقول لكم إن لأول مرة الخيال يمتزج بالواقع. المشهد اللي صورتوه ده مش بس آخر مشهد في الفيلم، ده كمان زواج حقيقي، أنا وليلى اتجوزنا النهاردة. الخبر نزل زي القنبلة في الصحف، وصورهم اتنشرت في الصفحات الأولى، والفيلم كسر الدنيا ونجح نجاح غير عادي. وبدأ شهر العسل بين النجمين الكبار، بس ما كانش كله عسل الحقيقة. خليني أقولك الأول ما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا عشان تشوف كل الحكايات الجديدة. ويلا بقى نجيب كوباية الشاي ونيجي عشان أقولك حكاية أنور وجدي من طقطق لسلام عليكم. أنور وجدي اسمه الحقيقي محمد أنور يحيى الفتال وجدي. اتولد سنة 1911 في حي الظاهر بالقاهرة. أبوه كان راجل سوري حلبي بيمشي يبيع قماش في الشوارع. نزل مصر وعنده أمل إن ربنا يفتحها عليه. اتجوز هناك من ست اسمها مهيبة الركابي، وخلف منها ابنه محمد أنور، وده اسمه مركب. أيوة زمان الأسماء المركبة دي كانت معتادة ومحببة جدا. وطبعا أنور اتدلع جدا، ما هو الولد الوحيد على بنات. وبرغم إن والده كان فقير قوي، بس ما كانش عاوز ابنه يطلع زيه، لذلك قرر إنه يعلمه ويهتم بتربيته، يمكن يطلع مستوظف قد الدنيا ويبقى رزقه واسع وينشلهم من الفقر اللي هم فيه. ودخله مدرسة الفورير الفرنسية، مدرسة مرموقة وقتها، لكن صاحبنا ما كانش في دماغه أصلا تعليم، كان كل اهتمامه بالفن والتمثيل. لكن أنور كان بيحلم إنه يبقى غني ومعروف بأبسط الطرق، وهي طبعا الفن. أنور ما كانش حابب المدرسة خالص، ولا حابب حكاية إن فتى كلمير يتمرغ في ترابه ده، وما كانش عاوز يبقى موظف أبدا، لا ده كان عاوز يبقى من الأثرياء اللي بيصرفوا من غير ما يحسبوا. فبدأ يجري ورا شغفه، وبقى يهرب من المدرسة ويروح يشتغل في الفرق الاستعراضية، لحد ما المدرسة فصلته بسبب كتر غيابه وإهماله المستمر لدروسه. بعدها أنور خاف من أبوه قوي، وما بقاش عارف هيقوله الحكاية دي إزاي، فقالك خلاص أنا هروح بقى أحقق حلمي وأطلع على أمريكا على طول، عاصمة الفن. وهب راح على بورسعيد هو واتنين أصحابه، وراحوا راكبين باخرة طالعة من المينا على أوروبا. إيه يا ابن الدماغ دي، يخرب بيت كده. وهب اتقفشوا، ولولا انهم كانوا لسه تلامذة صغيرين كانوا الضباط والعساكر روقوهم على الاخر، ومش بعيد كانوا اترموا في السجن. رجع انور لابوه وهو مطرود من المدرسة ومهدد بالسجن. وهنا الحاج يحيى الفتال زعق معاه جامد قوي، وحاول يرجعه عن اللي في دماغه، لكن مفيش فايدة. وفي الاخر قال له: امشي اطلع من بيتي، انا لا ابوك ولا اعرفك. وللأسف انور ملقاش قدامه غير الشارع، فقال لك خلاص طالما شارع بشارع بقى يبقى روح شارع عماد الدين، يمكن ربنا يكرمني ولا حد يكتشفني. وفعلا ده اللي حصل. فضل أنور مرمي في شارع عماد الدين، ينام على الرصيف وفي الجوامع وعلى كراسي القهاوي، لحد ما في يوم لقى مسرح رمسيس بتاع يوسف وهبي بيولع. أيوة بيولع. جري أنور يطفي الحريق بكل همة ونشاط. وهنا قاسم وجدي ريجيسير الفرقة أعجب بشهامة أنور وجدعنته وراح عشان يشكره. لكن أنور بقى قال له: ما تشكرنيش، أنا كل حلمي أشتغل معاكم في الفرقة أي حاجة، إن شاء الله فراش، بواب، أعمل شاي وقهوة، أوصل ورق وأجيب أي حاجة. قاسم وجدي عطف عليه وقال يشيله ورق الفرقة، يوصل ده ويجيب ده وهي ماشية. لكن في الحقيقة بقى أنور كان واد فهلاوي ودحلاب ودمه خفيف ويسلك في الحديد زي ما بيقولوا، ويعرف يقبل عقل أي حد بكلمتين. وهنا أنور ما كانتش الفرحة سايعاه، أهو على الأقل لقى مكان ينام فيه بعد الشقة والنوم في الشوارع. فضل أنور شغال في الفرقة مدة طويلة ومستني الفرصة تجيله عشان يقدر يمثل. كان بيستنى البروفات تخلص عشان يقدر ينام تحت المسرح، أما في الشتاء كان بيتغطى بهدوم المسرحيات عشان معهوش فلوس يجيب هدوم تقيلة، لحد ما ربنا كرم وقدر ياخد دور في مسرحية. لكن طبعا كان كومبارس صامت، وقال لك خلاص الزهر لعب معايا، وقرر يأجر أوضة فوق السطوح. في الوقت ده كان هو وعبد السلام النابلسي اللي كان شقيان وجعان زيه. ومن هنا اتمنى وجدي انه لما يغتني يشتري حتة أرض كبيرة ويبني عمارة كبيرة ويكتب عليها عمارة أنور وجدي. الفقر الشديد اللي عاشه أنور وجدي أثر في نفسيته جدا، وساب علامة ما بتروحش أبدا مهما بقى معاه فلوس.
لدرجة انه وقف مرة قدام زمايله وقال له الفلوس دي اهم حاجة في الدنيا. قالوا له ازاي يا عم انت بتقول ايه؟ بس اهم حاجة في الدنيا الصحة. قال لهم صحة ايه؟ طب يا رب اديني نص مليون جنيه حتى لو معاهم السرطان. وكأن ابواب السماء كانت مفتوحة. غلطت يا انور، عشان تبقى دي نهاية انور وجدي اللي الفلوس ما قدرتش تسعده ولا تشفيه ولا حتى تخليه يعرف طعم الاكل اللي نفسه فيه. خلينا نكمل حكاية انور. بعد دور الكومبارس ربنا فتحها على انور لما يوسف وهبي اداله دور في مسرحية سنة 31. المسرحية دي وقتها كان اسمها الدفاع، والمسرحية نجحت نجاح كبير جدا وكسرت الدنيا. في سنة 32 يوسف وهبي خده معاه في أول فيلم ناطق في السينما وكان اسمه ولاد الزوات. ساعتها أنور حب السينما قوي والتصوير السينمائي، وخصوصا بعد ما نجح الفيلم. أما سنة 35 فيوسف وهبي حول مسرحية الدفاع لفيلم، لكن للأسف الفيلم سقط ويوسف اتدين وما كانش معاه يدفع أجور الموظفين والممثلين. وهنا الكل وقف معاه وقال له ولا يهمك، احنا معاك وفي ظهرك وهنشتغل من غير فلوس كمان. إلا واحد بس ما كانش يهمه غير القرش، وطبعا انتوا عارفين أنور وجدي، وسابهم وراح اشتغل في فرقة تانية. بعدها أنور وجدي خطى خطوات أكبر بكتير في السينما لما عمل فيلم تحيا الستات مع جميلة الجميلات ليلى فوزي، واللي انبهر بجمالها ورقتها لكن مش عارف يكلمها كلمتين على بعض. أبوها كان ملازمها زي ضلها. وخلص الفيلم وجيل وجدي فيلم تاني وبرضه مع لولا، ودخل أنور الفيلم اللي كان اسمه مان الجاني بكل حماس وهو مقرر انه خلاص هيقول لها انه وقع في غرامها، لكن برضه ما كانش لاقي اي فرصة ومش عارف يخلص من ابوها باي طريقة. فراح قال لعامل الاستوديو يروح يقول لابوها انه جاله تليفون، وجري عليها وقال لها خبط لزق كده تتجوزيني يا ليلى. فقالت له ايه اللي بتقوله ده بس يا سي انور. وتاني يوم راح انور على بيت ابوها عدل عشان يطلب ايدها، لكن للاسف ابوها رفضه بشدة وقال له بنتي ما تتجوزش ارتست، وكمان فلاتي وبتاع ستات ومتجوز مرتين قبل كده. استنوا، انا نسيت اقول لكم ان انور اتجوز مرتين، مره من الرقاصه قدريه حلمي والتانيه من الهام حسين، ودي كانت ممثله مغموره يعني عرفها كده ايام الكحراطه. وروح انور وقلبه مكسور عشان يتفاجئ بعدها بفتره بسيطه ان ليلى اتجوزت صاحب ابوها اللي اكبر منها ب25 سنه. مين ده بقى؟ المطرب عزيز عثمان، واللي كان بيغني اغنيه بطلوا ده واسمعوا ده الغراب يا وقع سودة جوزوا احلى يا ماما. سوري على الصوت، تقريبا كده كان بيلقح على نفسه. انور منسيش حبه لليلى فوزي، لكن حاول يشغل نفسه بمستقبله عشان يوصل للبطولة، لان كل ده وما كانش لسه عمل ولا بطولة ليه، كلها كانت ادوار تانية. لحد ما جت سنة 45 وكانت ليلى مراد نجمها طالع زي الصاروخ، ومن هنا أنور شاف إنها أنسب حد ممكن يعمل معاها فيلم تنجحه وتحطه على أول طريق النجومية. طب إزاي؟ مفيش غير إنه ينتج لنفسه الفيلم ويعرض على ليلى تشاركه في البطولة. وفعلا راح لها وقعد يتحنجل لها شويتين ويتمحلس لها حبتين لحد ما وافقت وقالت له أنا أجري هيبقى كبير عليك يا أنور، أنا باخد في الفيلم 15,000 جنيه. ساعتها أنور اتصدم وقعد يتحايل عليها تنزل الأجر شوية، لأنه حط كل فلوسه في الإنتاج ومش هيقدر يدفع لها المبلغ ده أبدا. وفعلا ليلى نزلت المبلغ ل 12,000، لكن بس عشان تساعد أنور لأنه كان في بداية طريقه. وكتب أنور فيلم ليلى بنت الفقراء ومثله وأخرجه كمان، يعني وفر أجر كل الفنانين نحيت يعني. ومن هنا أنور حط عينيه على ليلى، الفرخة اللي هتبيض له دهب. كل يوم يغازلها ويجيب لها ورد ويروح يسهر عندهم في البيت لحد ما وقعت في حبه ووافقت تتجوزه. واخر يوم تصوير عزم كل الصحفيين ووقف انور قدامهم وقال لهم احب اقول لكم ان لاول مره الخيال يمتزج بالواقع، والمشهد اللي صورتوه مش بس اخر مشهد في الفيلم، ده كمان زواج حقيقي، انا وليلى اتجوزنا النهارده. الفيلم كسر الدنيا ونجح نجاح غير عادي، وبكده ضرب أنور عصفورين بحجر واحد، وفر فلوس الفرح والزفة والذي منه وعمل دعاية مهولة وببلاش وبقى نجم شباك وبطل أول. دماغ برضو أنور. الحقيقة الجوازة دي كانت لصالح وجدي بكل المقاييس، وطبعا أنا حكيت لكم بالتفصيل عنها في حلقة ليلى مراد، ارجعوا اتفرجوا عليها. أنور احتكر ليلى مراد وكان ممنوع تعمل أي فيلم مش من إنتاجه، وما بيديهاش أي مليم عن أفلامها، ولما طلبت منه أجرها
ضربها وبهدلها وقال لها مش كفاية بدفعلك الضرايب، ده غير انه حط ايده على شقتها وعملها مكتب ليه يدير منه اعماله. حصل بينهم مشاكل كبيرة قوي لما ليلى مضت فيلم الماضي المجهول مع احمد سالم من غير موافقته، وكل فيلم كانت بتعمله بره شركته كان بيوريها الويل. انور كان عبد الجنيه قوي الله يرحمه بقى، ومرة صحيت من نومها لقيته بيعمل اكل في المطبخ وعمال يكسر ويخبط في الاطباق، وسألها فين الكمون يا ست هانم، ازاي مفيش كمون؟ ردت عليه بكل هدوء وقالت له وفيها ايه يا انور، نجيب كمون ما تزعلش نفسك. قال لها وكمان مفيش كمون، وراح مطلقها، ودي كانت اول مرة يتطلقوا. بعدها المعارف اتدخلوا وصالحوهم على بعض، ورجعت ليلى لانور تاني، لكن يا ريتها ما رجعت. انور كان بدأ يعاني من مرض الكلى، المرض اللي ورثه عن عيلته وابوه واخواته البنات التلاتة، واخواته البنات التلاتة ماتوا بسببه. فقرر يسافر يعمل شوية فحوصات في باريس، ولما رجع عرفت ليلى انه على علاقة بالممثلة الفرنسوية لوسيل. ساعتها ليلى مراد ما قدرتش تتحمل وطلبت الطلاق، وقالت كلمتين بس لأنور، تعرف يا أنور أنا مش زعلانة أبدا، بالعكس أنا مبسوطة. قال لها مبسوطة إزاي؟ في واحدة تبقى مبسوطة لما تعرف إن جوزها يعرف واحدة تانية؟ قالت له أيوة، أصل الناس كانوا بيقولوا لي إن اتجوزت راجل ما عندوش قلب وما بيحبش إلا الفلوس بس، لكن أنا قلت لهم إنك عندك قلب. واتطلقوا بعد 7 سنين جواز. شافت فيهم ليلى الويل والحرمان، مش بس من الفلوس ومن الراحة، كمان من الخلفة، لأن أنور كان مفهمها إنها ما بتخلفش برغم إن العيب كان منه. الحقيقة بقى وجدي ما كانش في دماغه الأطفال خالص، وما كانش متأثر بالموضوع أصلا. حتى لما صحفي سأله المال ولا البنون، رد عليه وقال له المال طبعا. وبعد ما طلق ليلى طلع عليها إشاعة إنها راحت تل أبيب واتبرعت للجيش الإسرائيلي، وده برضه حكيت لكم عنه في حلقة ليلى مراد. والإشاعة دي منعت أغاني ليلى مراد في الإذاعة وخلتها تعتزل في الآخر. سنة 54 المرض اتمكن من أنور وجدي جدا، وبدأ يبان عليه التعب، وساعتها دخل فيلم خطف مراتي اللي قابل فيه حبه القديم ليلى فوزي. وهنا بقى أنور وجدي حلف إن المرة دي مش هيضيع الفرصة. هو كان مطلق، وليلى كمان كانت اتطلقت من عزيز عثمان بعد ما وراها الويل. ليلى فوزي كانت حلم بعيد قوي على أنور وجدي، لدرجة إنهم بيقولوا إن أنور وجدي كان بيغير مشاهد الأفلام عشان ياخد بوسة واحدة منها. واتجوز أنور وجدي حب عمره أخيرا. سافروا مع بعض باريس عشان يتعالج، وهو بالمرة يعملوا شهر عسل، لكن اتفاجئوا إن الدكاترة بيقولوا لهم إن حالته متأخرة جدا ومفيش ليها حل، وبدأ المرض ينهش فيه حرفيا. والدعوة اللي دعاها زمان اتحققت فعلا، وبقى عنده $500,000 جنيه، وكل أمراض الدنيا جتله، لدرجة إنه بقى يشتهي الفول ما يقدرش ياكله، ويتحسر على أيام الفقر اللي كان بيفطر فيها بنص شقة فول ويعين النص التاني يتغدى بيه، وبقت الفلوس ورق ملوش أي لازمة. وفجأة الدكاترة قالوا له إن في أمل لحالته في السويد، وإنه ممكن يركب كلية صناعي. ما كدبش خبر، وأخد ليلى وسافروا على السويد، وفعلا عمل العملية لكن ما نجحتش. حصلت له مضاعفات من العملية وفقد بصره. مش بس كده، جاله زهايمر ونوبات توهان، لحد ما فتح عينيه في مرة وقال ليلى خليكي معايا، أنا حاسس إني أول مرة أحب. وتوفى في ستوكهولم سنة 55، ونزل مصر في صندوق، وفضل أنور جوه الصندوق في مدخل العمارة اللي حلم إنه يبنيها ويسكنها في يوم من الأيام. ولسخرية القدر دي كانت أول مرة يدخل فيها وجدي عمارته وهو جثة جوه الصندوق. واحد من أكبر أحلام أنور وجدي كان إنه يبني مبنى ضخم يلم فيه شركات إنتاجه ويكون علامة باسمه، وفعلا بدأ يبني المبنى في شارع شريف باشا. صرف عليه فلوس كتير جدا، وكان بيشوف فيه تتويج لكل مشواره، لكن القدر كان أسرع. المبنى خلص وجي وقت افتتاحه، وأنور نفسه كان بينازع الموت. المشهد اللي هز الناس وقتها إنه جثمان أنور وجدي اتشال على الأكتاف ودخل المبنى لأول مرة بعد ما خلص، مش كنجم ولا كمنتج ولا كمالك، لكن كميت رايح لمسواه الأخير. المبنى ده لحد النهاردة موجود في شارع شريف، وشاهد على قصة حلم راح من صاحبه في اللحظة الأخيرة. في أواخر الثلاثينات وبداية الأربعينات كانت السينما لسه في بدايتها، وكان في منافسة كبيرة قوي بين الممثلين على الشهرة والأدوار، لكن أنور قدر ياخد مكانة مختلفة، مش بس كممثل لكن كمان كمنتج ومخرج. كان بيفكر في السينما كصناعة مش مجرد هواية، وده خلاه يدخل في إنتاج أفلام مهمة جدا زي غزل البنات والزوجة التانية وغيرها. لكن النجاح الكبير ده
ما كانش جاي من فراغ. أنور وجدي كان بيتعب جدا في شغله، وما كانش بينام كويس، وعاش طول حياته في دوامة من الشغل المتواصل والضغط النفسي، وده كله انعكس على صحته. أنور وجدي كان سابق زمنه لما عمل لوحات استعراضية راقصة كتبها وأخرجها بنفسه، ده غير اهتمامه بالديكورات الكبيرة ولبس الراقصين، وكل ده عمل له مجد سينمائي وخلى اسمه في السماء. مش بس كده، ده كان جريء جدا لما جمع كبار النجوم زي يوسف وهبي، محمد عبد الوهاب، نجيب الريحاني، ليلى مراد، ودول كلهم اتجمعوا في أفلام خالدة زي غزل البنات وحبيب الروح وبنت الأكابر. ورغم انفصاله عن ليلى مراد موقفش أنور وجدي عند الاستعراضات، بالعكس اكتشف بعدها الطفلة بيروز أرتين، واللي سماها فيروز وقدمها كأشهر طفلة في تاريخ السينما المصرية. جاب لها مدرب رقص وخلاها تدخل معهد باليه، وقدمها أول مرة على الشاشة سنة 1950، وده كان في فيلم ياسمين، وبعدها دهب وفيروز هانم. لكن بعد شوية بدأت الخلافات بينه وبين والدها، ولما انفصلت عنه فنيا ما قدرتش تحقق نفس النجاح. قصة أنور وجدي ملحمة إنسانية، طفل فقير جاع في شوارع عماد الدين، وبقى ينام في الشوارع وعلى القهاوي، كافح عشان يبقى نجم مصر الأول، جمع ملايين وصنع لنفسه اسم ذهبي، لكن المرض حرمه من كل حاجة في لحظة، وفضل المبنى اللي بناه شاهد على الحلم اللي اتحقق بعد فوات الأوان. أنا وصلت لنهاية حكايتنا النهاردة، حكاية أنور وجدي، واشوفكم في حكاية جديدة. ما تنسوش اشتركوا معايا وتابعوا القناة، وشاركوني بتعليقاتكم في حكاية النهاردة، واشوفكم في حكاية جديدة من حكاية المشاهير. سلام.